كان مرة في أمير بيعشق حاجة اسمها صيد. كان عايش في قصر كبير أوي. في مرة وهو خارج يصطاد مع الوزير بتاعه، كان كل مرة يجي يضرب بالسهم، السهم ما يصيبش، فالوزير بتاعه يقول له ايه؟ أيها الملك لعله خير. يجي الملك يتخبط، تحصل له مشكلة، تحصل له حاجة، يجي الوزير يقول له ايه؟ أيها الملك لعله خير. الله. المهم ايه؟ الملك كتم غيظه ساكت. هو ايه اللي لعله خير؟ انا وقعت اتكعبلت ومش عارفه حصل لي مشكله والسهم ما بيصيبش على الفريسه وتقول لي لعله خير؟ اللهم اجزيك يا شيطان، خليني صابر. جه في مره وهو بيصطاد وبيسن السهام بتاعته الملك، فالسهم فالآلة الحادة وهو بيقطع بيها قطعت صباعه. الراجل سال في دمه وكان منهار جدا ويعني واحد صباعه اتقطع وقع قدام عينه. جه وزير الغفلة. أيها الملك لعله خير. لعله خير يا ابن تعالى بقى. خدوا الراجل ده واسجنوه في السجن، ده انا هطلع، انت حر. لعله خير، هربيك انا، اعرفك انا بقى لعله خير. راح جاي موديه السجن، امر الجنود بتاعه وهم رايحين يسجنوه وشايلينه هيلا بيلا ومودينه على السجن. فراح جه مين؟ الوزير يبص له كده، ايها الملك لعله خير. ده عايز يجنني. المهم الراجل راح السجن، والملك بقى قالك ايه؟ انا همشي براحتي وهروح اصطاد ومش عايز وجع دماغ تاني خلاص. فهو رايح يصطاد وماشي لوحده، كان في قبيلة ماشية في الارض قالت لك ايه؟ دول كانوا وثنيين تقريبا او ايا كان الديانة بتاعتهم، كانوا بيعبدوا آلهة تانية يعني، تمام؟ فبيتقربوا اليها بالقربان ان هما بيذبحوا لهم بشر. فهو ماشي بيتغندر المتغندر لوحده، فلقوه اللي هو مين؟ الملك. مسكوه كتفوه وخلاص بقى هيذبحوه عشان يقدموه قربان للايه؟ للاصنام بتاعتهم. وهم جايين لسه خلاص السكينة على رقبته، خلاص هيموت وهيتذبح. فواحد شافه، ستوب. بس محدش يعمل حاجة، ده معيوب، هتقدموه ازاي قربان للآلهة؟ معيوب ماله؟ ده صباعه مقطوع يا عم، يا عم صباعه مقطوع يا عم، ما ينفعش، فكوه مشيوه. الراجل يبص، الامير فرح وبقى يتنطط من الفرحة، خلاص اتكتب له عمر جديد، مش مصدق. فهو ماشي كده مروح القصر بتاعه بيفكر، ايه ده؟ ده انا كل ما كان يحصل لي حاجة كان الوزير بتاعي بيقول لي لعله خير، ولما صباعي اتقطع قال لي لعله خير. صدق فعلا لعله خير، انا لازم اروح له بسرعة والحقه في السجن واتأسف له. راح له، يا وزير يا حبيبي يا حبيبي، انا اسف، حقك عليا، ما تزعلش مني، فعلا كان لعله خير، انت كان معاك حق، بس انا ليا سؤال يا باشا. انا عرفت ان هو كان لعله خير من ناحيتي، طب انت بقى لما كنت رايح تتسجن وبتقولي لعله خير، خير فين بقى؟ قال له لو انا كنت ماشي معاك وبحرسك ولقوك ان انت كان فيك عيب وسابوك، كان خدوني انا وذبحوني. فلعله خير. قال له تصدق في آية قرآنية كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني ما تعرفش الحاجة اللي انت مستعجل عليها دي واللي انت عايزها واللي انت هتموت عليها ممكن يحصل ايه بعدها، او يمكن يحصل مفاجأة وتغيير في الأقدار، لا تدري.
لعل الله يحدث بعد ذلك أمر في مصلحة ليك، كله في مصلحة ليك. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فتمعن كده، يعني الناس اللي بتقعد تقول أنا ربنا ما بيعملش، يعني مش بيحقق لي اللي أنا عايزه، أنا نفسي في كذا ونفسي في كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ربنا ما بيعملش أي قضاء، ما بيقضيش أي قضاء ليك، سواء خير أو أنت شايفه شر من وجهة نظرك، لا غير هو خير ليك، بيزيح عنك أذى، بيبعد عنك أذى. أنا هسألك سؤال، كم مرة تمنيت حاجة في حياتك وكنت بتلحي فيها على ربنا، ولما اتحققت قلت ايه ده، يا ريتني ما كنت، دي الحاجة اللي أنا كنت بدعي بيها وهموت عليها، يا ريتني ما كنت دعيت. حصل اوقات احنا بنبقى شايفين من وجهة نظرنا حاجة ان احنا خلاص هنموت عليها وان الحياة هتقف بدونها، بس في الاخر بتلاقي نفسك انت كنت غلطان، بتكتشف حاجات كانت مستخبية عنك بعد كده فما تعرفش. واكيد برضو دي فيها دروس ليك، برضو انت هتتعلم، تخرج من الدرس متعلم، متأثر ايه، تحافظ على ايه وتخلي بالك من ايه، والناس اللي زي دي تحرص منها ازاي وتتعامل ازاي وتقدر نفسك ازاي، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو ايه، شر لكم. بصوا بقى الحتة الأخيرة دي، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بس مش هقول لك اكتر من كده، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني انتوا كمان ما تعرفوش ان الخير وشر، لا ده ربنا كمان هيجعل لك فيه وهيعوضك فيه خير كتير قوي انت ما تدراش عنه دلوقتي. فاصبر، وكل حاجة تحصل لك واي مشكلة انت تقع فيها قول ايه، لعله خير، لعله خير. امشي بالمنهج ده في حياتك، اي حاجة والله، حتى لو تعبان هتقول ايه ده، تعبان مريض، طب لعله خير في ايه؟ حضرتك انت ممكن تكون جبال سيئات وربنا بيزيح عنك يعني ذنوب وحاجات انت ما تدراش، يمكن ربنا عايز يكتب لك الجنة في الاخر، يمكن ربنا عايز يعوضك عوض جميل، كل ده انت بتاخد عليه ثواب وحسنات. ما تعرفش اي حاجة انت بتتأذي منها انت مثاب عليها عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله على نعمة الاسلام. يلا سلام عليكم.